السلام عليكم يا اغلى عائله عندي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ويعطيكم ربي كل ما كتمناو. بالنسبه للناس جداد، مرحبا بكم معايا والف مرحبا. وحتى العائله ديالي راه ما نسيتكمش، الدار داركم. مرحبا بكم عندي، راني بلا بكم راه والو. انتم هما العائله ديالي الثانيه. الله يحفظكم ليا من كل شر. وندوزو القصه ديال اليوم مباشره. صاحبه القصه كتقول: جيت باش نشارك معكم حكايتي على راجلي اللي كان شيطان بصفة إنسان. داكشي اللي دار فيا عمرني توقعته، وربما كون شفتو في شي فيلم غدا نقول بلي هذاك غير فيلم ومستحيل يكون في الواقع. سمعوا حكايتي حتى الاخر وتعرفوا ما داز عليا. انا كنت عايشه واحد الحياه زوينه بزاف، ما عنديش وما خصنيش. كان الاب ديالي الحمد لله مسك عليه الله، وكان عاطيني واحد البرطمه اللي كنت ساكنه فيها، لحقاش انا من صغري كنت كنبغي نستقل في حياتي بوحدي، ما كنبغيش شي واحد يتحكم فيا. المهم كنت ساكنه بوحدي وخدامه على راسي، بعيده على الوالدين ديالي. يعني كنت بعيده على المدينه اللي ساكنين فيها والديا. ايوا هنا اتعرفت على واحد السيد اللي كان يتيم وما عنده حتى شي واحد. كان ميت عليه مو باه واخوه في كسيده. هكا كان قال لي بلي ما عنده حتى شي واحد في الدنيا من غير شي خوالاتو وشي عماتو، وكل وحده ساكنه في مدينه، يعني مفرقين. وحتى المدينه اللي حنا كنا فيها انا وياه ما كان فيها حتى شي واحد، لا من عائلتي ولا من عائلته. حتى هو كان مشى تماك غير باش يخدم. المهم ما علينا، انا شفتو عجبني وعز عليا، وقلت مزيان نيت يكون ديال راسو، ما تكون عنده مو اللي تحكم فيا، ما تكون عنده اختو اللي ديما نجبد معاها الصداع. لحقاش راكم عارفين واخا يكون بنادم زوين ضروري المشاكل. داكشي علاش قلت تيقار حسن، ومني هوايا ديال راسو هكا غنعيشو انا وياه الحياه السعيده، بلا صداع بلا مشاكل، بلا حتى شي واحد ما يدخل بيناتنا. هكا انا كنت كنفكر وكنت فرحانه بزاف. ولكن المشكل الوحيد اللي كان عنده هو ما كانش عنده الدار، وكان قال لي نكريو. ولكن بما انني عندي انا الدار، يعني الدار ديال الاب ديالي، بصح هي ماشي في سميتي، ولكن دار با بحال داري. انا قلت ليها ولد الناس هاكاين وهاكاين، بغيتي تكون معايا راه بحالي بحالك، داري هي دارك. بدا كيقول لي لا وانا راجل وما يمكنش نسكن مع امراه. وقلت لي شوف، ما تبقاش تقول بحال هاد الهضره اولا تفكر في الهضره ديال الناس. انا مرتك، واي حاجه ديالي ديالك، وشي حاجه ديالك راها ديالي. قال لي ما قلتي عيب، نتوكلوا على الله. وقلت لي صافي. اتفقنا وجا لدارنا وداز كلشي على الاصول ديالو، حتى من والديا اعتبروه بحال ولدهم تماما. مني شافوه يتيم وما عنده حتى شي واحد عز عليهم، وقالوا ليه اعتبرنا حنا والديك. وحتى انا ديما كنت كنقول ليه شوفوا ولد الناس، انا في يمك، اختك، عمتك، خالتك، اي حاجه احتاجيتيها انا معاك فيها، واي حاجه ضراتك اجي لعندي وعاودها ليا، بلا ما تفكر تمشي عند شي واحد اللي غريب. ايوا تزوجنا على سنة الله ورسوله، كلشي داز على حقه وطريقه. فرحنا ضحكنا نشطنا ورجعنا للمدينه ديالنا فين تلاقينا، وفين كاينه الدار ديالي. سكننا تماك وكنا عايشين الصراحه واحد العيشه اللي كنت كنتمناها لاي وحده تعيشها. زوينه بزاف، عامره بالحب والاهتمام والكادوات والخروج. المهم ديما كنا ناشطين 24 ساعه على 24. كيمشي يخدم وكنمشي انا نخدم، وكنتلاقاو وكنخرجوا وكنضحكوا. المهم كان واحد الاجواء بيناتنا اللي زوينه بزاف. ما علينا، انا كيف قلت لكم هو كان عنده غير خوالاتو وعماتو، شي جوج، وهما اللي كيعاود لي عليهم بزاف. ولكن كان كيقول لي باللي علاقتهم شويه مخربقه، وما كيجيوش عنده وما كيمشيش عندهم الا في المناسبات اولا كان شي موت الله يحفظ. وكان ديما كيعاود لي على بنت خوه اللي كان خلاها خوه باقا صغيره، يعني نهار دار كسيده هو الام ديالو والاب ديالو، خلاها ومشى وبقات يتيمه. وقلت ليه وفين كاينه هي دابا؟ كان كيقول لي بلي هي كاينه عند خالتها وهي اللي مربياها. وقلت ليه امها؟ قال لي اودي فينا يما، امها مشات تزوجات وعاشت حياتها وخلات بنتها بوحدها، ولكن خالتها قايمه بالواجب،
ملي كان كيعاود لي عليها كانت كتعز عليا بزاف، وكنت كنقول ليه مسكينه. حتى واحد ما تبغي ليه يعيش يتيم ويبدا يتجلوق من العائله لعائله. كنت كنقول ليه جيبها عندنا تبرك معانا، كان كيقول لي لا، خليها بعيده من الاحسن. وزيدون ما ساكنش معانا في نفس المدينه وعندها خدمتها وعندها قرايتها، اللهم خليها هانيه في حياتها. حيت ملي كتلاقى معايا ديما كتقول لي بلي كنتفكر الاب ديالي فيك. ومره راه كنمشي عندها نشوفها وندير معاها صله الرحم. المهم هادشي اللي كان كيقول لي وهادشي اللي كنت عارفاه على بنت خوه، حتى من تصورتها عمرني ما شفتها. المهم كيف قلت لكم كنا عايشين واحد الحياه زوينه، حتى جا واحد العام ربي رزقنا بوليد اللي فرحنا بيه ونشطنا، وكان واحد الاجواء زوينه بزاف ودرنا السبوع. وكنت نيت عرضت على خوالاتو وعماتو اللي كانوا من قبل اول مره شفتهم غير في العرس. ونيت كنت قلت ليه عيط على بنت خوك تجي عندنا، ولكن هو رفض، قال لي ما كاينلاش، ما عرفش علاش وشنو السبب، ولكن خليته على خاطره. المهم ما علينا، ملي درنا السبوع عيطت عليهم وجبتو من عندي ودرت الواجب. واحد خالته اللي كنت انا وياها ديما كنهضروا مع بعضياتنا كانت الله يعمرها دار. ما عرفش علاش انا راجلي ما عندوش معاها، ولكن الصراحه ظريفه ومحترمه ومتقيه الله، لدرجه مسكينه هي اللي عاونتني في السبوع وشقات معايا وخملت معايا الدار. مني خوات من الضياف عاد مشات في حالاتها. ولكن راجلي اش نقول لكم، ديما كنقول لها فلان مالك مع خوالاتك مالك مع عماتك، كيقول لي شوفي انا العائله ما عنديش معاهم، انا كنبغي نكون ديال راسي. انا بعت لهاد المدينه باش نبعد على كل شيء، حيتاش في الوقت اللي كنت انا طايح فيه وما عندي لا والدين لا والو، وكان امي وبا وخويا خسرتهم في دقه واحده، ما وقفوش معايا وما حنوش فيا. وبدا كيبكي. قلت لي صافي انا معاك، وانا غادا نعوضك على كل شيء، كون هاني. اما همايا غير الصواب وصافي، ودير معاهم صله الرحم، راهم كيبقاو من العائله ديالك. مهم مشات ايام وجات ايام حتى ولدي دار 3 سنين وحنا عايشين بخير وعلى خير، ما نقصنا حتى شي خير. يعني العيشه ديال اي وحده كتمنى تعيش هاد العيشه، ما كاين لا مشاكل لا صداع، كتمشي تخدمي كتجي كتبقاي جالسه مع راجلك مع ولدك كتحطو. كنت انا دايره ولدي في الحضانه، ومني كان باقي صغير كنت عاطيه لواحد السيده هي اللي كانت كتشدو ليا، هي كانت مكلفه كتشد الوليدات الصغار، وكانت كتقابلوا لي الصراحه مقابله اللي هي زوينه بماكلتو بلبسو بكل شيء ليه الحمد لله. المهم ديك المره صدقات. مشات ايام وجات ايام حتى واحد النهار راجلي جا للدار، وما جاش بوحدو، دخل معاه واحد البنت اللي كانت تبارك الله زوينه وعاطيه العين، وكانت تقريبا عندها شي 20 سنه. يعني راجلي كان كبر منها ب20 عام، راجلي ديك الساعه كان عنده 40، هي كان عندها تقريبا 20. هادشي اللي كان قال ليا، ولكن تبارك الله كان كيبان فيها اكثر. جابها دخلها جلسها، وقلت لي شكون هادي؟ قال لي انا من بعد نفهمك. وقلت لي كيفاش غتفهمني؟ اجي لهنا ونهضروا. جريته للبيت وقلت لي شكون هادي اللي دخلتي عليا للدار وانا ما عارفاهاش؟ قال لي هادي راها فلانه. قلت لي شكون فلانه؟ قال لي بنت خويا. وقلت لي علاش ما قلتيش لي غتجيبها؟ قال لي غير صدفه وصافي. المهم عيطت ليا وكان عندها واحد المشكل مع خالتها، ضربت هي وياها وصافي وجبتها عندي حيتاش ما عندها شي واحد تمشي عنده. وقلت لها ولد الناس هادشي اللي درتي فيه راه ما كيليقش، على الاقل تشاور معايا. قال لي ولكن انت اللي كنتي كتقولي لي جيبها عندنا جيبها عندنا وهنا جبتها عندنا. وقلت لي ولكن انا يا شفت في شكل ما دخلتش لخاطري، وجاتني بحال ما كتجيكش كاع من العائله. ايوا هو ديك الساعه وراني لا كارت ناسيونال ديالها باللي كنيتها بحال كنيتو. ايوا انا دابا هنا تيقت بيه، مشيت عندها رحبت بيها، قلت لها سمحي لي كان خاصني نتاكد واش تي بصح بنت خوه ولا لا. صافي عنقاتني هضرنا، قلت لها شحال هادي انا بغيت نتعرف عليك مرحبا بك عندنا. قالت لي غنجلس عندكم غير شي ايامات ومن بعد الى تصلحت الامور غنمشي في حالاتي. وقلت لها ماشي مشكل مرحبا بك، وقت ما جلستي الدار دارك، راه دار عمك بحال دارك تماما، خدي راحتك. عطيتها واحد البيت اللي كان خاوي، قديناه ليها وجلست فيه، كانت تاكل معانا
كتخرج معانا. وقلت بما انها جالسه غير في الدار ما كدير والو، من هانيت شت ليا ولدي. مهم علينا، هكا كانت الحياه بيناتنا. كنت انا كنمشي نخدم انا وراجلي وكنرجعوا بجوج، وكنلقاوها هي في الدار مخمله مقاده كلشي هو هداك. كان كيعجبني الحال حقاش كانت تبارك الله حادقه. وفي ديك الفتره اللي كانت جات عندنا فيها لقيت راسي حامله، وما كنتش الصراحه معوله عليه، يعني الحمل جا على غفله. ولكن فرحت، قلت الحمد لله ربي بغاه، انا مرحبا به. ايوا ديك الساعه انا كنت حامله وكنت معذبه، وما حلتي الخدمه ما حلتي للدار. ولكن الغريب في الامر هي ديك البنت اللي جاب لي الراجل وقال بلي هي بنت خوه. كنت كنلاحظ نهار على نهار حتى هي كرشه كتكبر. كنقولها مالك كرشك، واش كتاكلي شي حاجه كضرك او لا كتشربي المناضه؟ كتقولي لا انا كرشي هكا كتنفخ ليا، عندي مشكل في المصران. قلت لها ولكن خصك تشوفي الطبيب، راه كرشك منفوخه تبارك الله بزاف، انا اللي حامله وكرشي ما منفوخاش بحالك. ومني كنت انا كنسولها كتبقى تصفار وتحمر غير بوحدها. قلتها لراجلي، قلت لي شوف راني ما مطمناش لهاد الشيء، واش بنت خوك جايبه شي زبله معاها؟ قال لي اش كتقولي؟ عارفي راسك شنو كتقولي وشنو كتخرجي من فمك؟ قلت لها كاين وها كاين، واش انا غنكذب عليك؟ قال لي غير جاب لك الله، راه تكون غير دارها كرشه. قلت لي غير دارها كرشه بحال انا ما عارفاش، انا ماشي مرا ما غنعرف شنو كاين. قال لي نعلي الشيطان وما تاخديش الذنوب ديالها، راه ما كاين والو من داكشي اللي في بالك. قلت لي واخا سيدي انا ساكته حتى نشوفوا شنو كاين. مهم مرات الايام وهي جالسه معايا وانا كرشي غدا وكتكبر. اما كرشه هي ما بقاش كتبان ليا كاع كبرات، بالعكس تفشات، غبرات تقريبا واحد اليومين ورجعت. كنت قلت لها فين مشيتي؟ قالت لي والو، كنت تلاقيت مع واحد الدريه صاحبتي ساكنه في نفس المدينه ومشيت بت عندها. وقلت لها ما علمتينيش؟ قالت لي راه قلت لعمي. قلت لها ماشي مشكل. ومن ديك اللحظه كنلاحظ بلي كرشها مفشوشه ما بقاش كي كانت. ولكن انا حشمت نسولها، قلت صافي دبر راسها، غير انا ما تجيبش شي مشكل، هادشي اللي كنت خايفه منه. ايوا هنا انا ولدت، تزاد عندي بنيته. الحمد لله كنت ديما كنتمنى تكون عندي بنيه. جات عندي الام ديالي الاب ديالي تفاجئوا بالبنت اللي لقاو عندي. قالوا لي شكون هادي؟ وقلت لهم داكشي اللي كاين، باللي هي بنت خو راجلي. الام ديالي ما ارتاحتش، قالت لي واش متاكده ياك هو مقطوع من شجره؟ قلت لها بصح راه مقطوع من شجره، ولكن ديما كان كيدوي لي على واحد البنت اللي كانت بنت خوه وكان خلاها خوه وهي صغيره، وحتى الام ديالها راه تزوجات وخلاتها. قالت لي على كاين شي ام كتخلي بنتها؟ قلت لها اختي هادشي اللي قال لي انا قلتولك ما عارفاش. دابا انا ياك اكبر همي هو بنتي انا اللي شاده في يديا، وما نبغيش نهضر في بنات الناس. راه كيقول لك لي تعجبي التبله، اللهم خليني ساكته. قالت لي صافي بنتي. المهم وقفت معايا مهمتي، وحتى بنتي تاهي درت لها السبوع ديالها. وهنا انا كنت بغيت نعرض كيف العاده على خالته وعلى عماته. هو يقول لي لا الا عرضتي عليهم نخسر معاك. وقلت له علاش؟ راه ما يمكنش نعرض على كل شيء هما لا، والا ساقوا الخبار. قال لي لا ما تعرضيش عليهم. قلت لي شوف واحد خالتك انا وياها على تواصل وعرفاتني ولدت، والا مشيت حتى لحت شي ستوري بالغلط في الواتساب ديال السبوع ديال بنتي غادي يبقى فيها الحال، ضروري غادي نعرض عليها. قال لي لا ما تعرضيش عليها، هي ما تعرضيش عليها. ايوا انا درت لي فراسي وعرضت عليها من الصواب. راه ما يمكنش الواحد مكبر بيك وكتهضر معاه وعارف عليك الشاده والفاده وجا عندك للسبيطار وفي الاخر ما تعرضتش عليه، غادي تجي ناقصه. المهم اتصلت بخالته قلتها ليها، قالت لي مرحبا نجي. واحد خالته اخرى قالت لي سمح لي بنتي ما نقدرش نجي. واحد عماته. مهم ما علينا، وجدنا كل شيء. كانت معنا حتى ديك البنت بنت خوه كانت معنا وكانت بغات تمشي في حالتها في داك النهار ديال السبوع. قلت لها لا علاش غتمشي؟ الدار دارك. ما فهمتش انا يحتاج السبوع باش تمشي انت في حالك. قالت لي ماشي هكاك، غير انا ما عنديش علاقه زوينه مع دوك الناس. قلت لها حتى انت مالكم معاهم؟ انا ما كنشوف فيهم حتى شي عيب، وعمرهم زعما ما داروا شي حاجه اللي هي خايبه، انا كنعرف بنادم كيفاش داير. قالت لي لا ماشي هكاك، ولكن مشاكل كبارين بزاف وشي حوايج شي ما عارفاهمش وما بغيتش نتحرج قدامهم. قلت لها شوفي اختي غتجلسي معايا، ما بغيتيش تجلسي معاهم راه البيت سيري جلسي فيه، شدي الوليدات قابليهم بما سال السبوع وديك الساعه خرجي.
قلت لي صافي الا قلتي هكا انا غنبقى، المهم ما نطلقش معاهم وعيني ما تجيش في عينيهم. قلت لها صافي ماشي مشكل، مرحبا. ايوا ما علينا، جاو الناس كلشي كان واجد، الام ديالي كتعاونني، كلشي هو هذاك. جات واحد خالت راجلي اللي قلت لكم عليها، انا وياها على تواصل، عاوناتني ديما انا واقفه في الكوزينه، حتى بداو الناس كيمشيو. وانا نقول ليها فلانه بغيت نهضر معاك في شي حاجه، انا على نيتي بغيت نهضر معاها ونصلح، الا لقيت ما نصلح. قالت لي فاش؟ قلت لها على الحفيده ديال اختك. قالت لي فلانه؟ قلت لها فلانه. قالت لي مالها؟ قلت لها واش بينك وبينها شي مشكل مخاصمه معاها؟ قالت لي لا، علاش زعما؟ قلت لها راه كاينه عندي في الدار. قالت لي فين هي؟ ما شفتهاش. قلت لها راه كاينه في البيت مع الوليدات. قالت لي لا لا ما تقوليهاش، ما يمكن تجي عند عمها. قلت لها علاش؟ قالت لي حقاش كاينين شي حوايج ما عارفاهمش، راه بيناتهم مشاكل اللي كبار وهي مخاصمه مع عمها وما كتهضرش معاه. قلت لها متاكده؟ قالت لي متاكده، راها على قبل الورد قطعات الصله معاه. قلت لها لا لا راه وقيلا تصالحوا، راه هي كاينه في البيت، سيري شوفيها. قالت لي واخا انا غنمشي. مشات، انا بقيت في الكوزينه وهي ترجع. قالت لي واش كتخربقي عليا؟ واش نتيا كتحلمي؟ قلت لها علاش مالكي؟ قالت لي على هذيك اللي كاينه في البيت، ماشي فلانه. قلت لها كيفاش ماشي فلانه وشكون هذيك؟ راها دخلها عليا للدار وقال لي بلي راها بنت خوه. قالت لي سيري الله يجيبك على خير، واش انتي لهاد الدرجه مكلخه؟ كيفاش بنت خوه؟ واش الراجل ديرها معاه الاولاد وشحال انتي مزوجه به وما عارف عليه والو؟ قلت لها شوفي بلا ما تدخلي لي الشك، اشنو كاين؟ وهي تجبد التليفون ديالها، قالت لي ها انتي شوفي، ها فلانه هذه هي بنت خوه، ها انا مصوره معاه هنا، ها هي جدها الله يرحمها مصوره معاه هنا، ها باها. يلا قولي لي واش هادي اجب هادي الهادي؟ راه مستحيل، داكشي اللي كتقولي ما كتقبلوش العقل. انا ما عرفتش علاش راجلك كذب عليك. بديت كنضرب في خاضي وقلت لها اويلي واش دارها بيا الغدار، مدخل عليا شي وحده غريبه لداري؟ لا ما يمكنش، واش متاكده؟ قالت لي شوفي ما تسطيش عليا، انا وريتك الدليل، تيقتيني هي هذيك، ما تيقتينيش انا ما سوقيش في هادشي، انا اللي عليا قلتو لك. خلاتني حاله في امي وما عارفه ما ندير، كيفاش نقدم وكيفاش نوخر. شويه ويدخل للراجل وشاف خالته، لحقاش ما كانش حاضر معانا حيت كانوا غير العيالات، ويتفاجئ خالته كاينه. قال لي علاش عرضتي عليها؟ قلت لي دابا اسكت راه حشومه، سير سلم على خالتك واسكت. وانا قبل وصيتها قلت لها شوفي ما قلتي لي ما قلت لك. قالت لي اختي بيناتكم انا ما غنقول والو، وحتى انا تصرفت بحال ما عرفت حتى شي حاجه، حتى نعرف هاد الغدارين واش بصح بيناتهم شي حاجه ولا هي بنت خوه ولا، ما بقيت فاهمه والو. راه كون كنتو في بلاصتي عاد غتحسوا بيا، راه ما يمكنش يتقبلوا العقل راجلك يدخل عليك وحده غريبه لدارك بصفت وحده من عائلته. راه الخيال العلمي هو هذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم ما علينا، دازت واحد السيمانه من بعد هادشي اللي وقع، وانا ديما ساهيه وكنشوف فيهم بجوج جالسين حدا بعضياتهم وكيهضروا، وانا كنت مأمنه يحصل على داري وولادي، وكنخليها كلشي محلول، بيت نعاسي محلول، الماريو محلول، وكنقول هذيك بنت خو راجلي مرحبا بها وماشي وحده غريبه. ويلي شنو درت بيديا، انا السبب. اما نهار الاول نجري عليها، ولكن كيفاش؟ لا كارت ناسيونال اللي وراني، واش زعما تكون مزوره؟ هادشي ما كيتقبلوش العقل الصراحه. الا كان الراجل كيدير ليا في داري شي حاجه اللي خايبه ومحرمها الله سبحانه وتعالى، انا ما يمكنش نبقى نتفرج وساكته، ضروري نوقف هادشي كامل عند حدو. بقيتش قادة نصبر، ما يمكنش نشوف راجلي كيغدرني في داري وكيدير لي الحرام وسط وليداتي ونبقى ساكته. اتصلت بهذيك الخاله ديالو وقلت لها ها العار اختي، لما اعطيني النمره ديال التليفون ديال بنت خو فلان. قالت لي الصراحه ما نقدرش نعطيك بلا ما ناخذ منها الاذن. وقلت لها عافاك غير شوفي شنو كديري، يا اما اعطيني النمره يا اما جيبيها عندي. قالت لي الا بغيتيني نجيبها عندك نجيبها عندك. قلت لها شوفي اعطيني الوقت بالضبط اللي غتجيبها عندي باش نوجد كل شيء. قالت لي صافي تكوني هانيه غنجيبها عندك.
غير ارتاحي. المهم دازت واحد تقريبا واحد 2 سيمانات ويتصل بيا، قالت لي راه غدا ان شاء الله غنجيبها عندك، غير كوني واجده. قلت لها صافي الله يرحم لك الوالدين. المهم داك النهار سبحان الله العظيم كان الروبو ديال راجلي من الخدمه. ايوا انا حتى انا جلست. قال لي علاش جلستي؟ قلت ليه كيفاش علاش جلست؟ بغيت نجلس، دارني راسي وعيانه ودرت شهاده طبيه باش نرتاح شويه. قال لي صافي ماشي مشكل. قلت لي ولكن غنمشي نتمشى غير بوحدي واحد الساعه ونرجع. قال لي واخا. المهم بقيت انا وخالته على تواصل حتى قالت لي راني قربت لدارك. تلاقيت معاه حتى الدار، طلعته من داري. من بعد ما تعرفت على بنت خوه ودرت معاها، تبارك الله دريه واعيه وقاريه وبين فيها مثقفه وبنت عائله ومربيه احسن تربيه. فين تبان ديك خيتي اللي دخلتها لداري؟ لا 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 لا. انا ديك الساعه خوتي كنت متفقه مع البوليس باش يجيو، وكنت واخده لاكارت ناسيونال اللي كان عطاني الراجل، زعما راه ديالها هي، يعني مزوره. وتما انا واجهتهم بجوج بهم. الراجل ملي شاف بنت خوه تصدم، ما عرف ما يدير. وديك الغداره اللي دخلتها لداري ما فهمت والو، بقات غير كتشوف راجلي وكتشوف في البنت. وانا نقول لها دابا شكون فيكم اللي بنت خوه، انتي ولا انتي؟ انتي اللي سميتك كدا وكدا الاصليه، ولا انتي اللي سميتك كدا وكدا المزوره؟ هذيك قليله العفه كانت بغات تهرب. قلت لها اجي حبيبه، فين غاده؟ حبسي، ما كاينش الهروب. انتي في داري وكتخونيني، وانت الغدار اللي مدخل عليا بنت اه وكتقول عليها بنت خوك بلا حشمه بلا حيا. فين تعلمتي هاد التشيطين؟ منين جبتيه؟ واش على قله الديوره تمشي تكريهم ليها؟ على قله البيوت ديال النعاس اللي غير ب100 درهم ما لقيتي فين تجيبها غير وسط ولادك وحده مرتك؟ اه فين الحيا؟ فين مشى الحيا؟ فين مشى الاحترام؟ كدير الخيانه وسط داري والحرام وسط داري. راه هاد التصرفات اللي درتي راه ما كيبغيهم لا الله ولا عبده. بدا كيقول لي صافي خلينا نتفاهموا. قلت له كيفاش غنتفاهموا؟ ها هي بنت خوك اللي كنتي كتعاود لي عليها. بصح داكشي كامل اللي كنتي كتعاود لي بلي بصح كاين واقعي. انا متاكده داكشي كاين وعاودته لي هي، ولكن ماشي نفس الشخصيه. هادي ماشي هي هادي. قال لي غنفهمك، راه كانت حامله مني وانا ما لقيت ما ندير ودخلتها هنا، ولكن نهار مشات دارت الكيورطاج عيت معها باش تخرج من هاد الدار ولكن لصقات. قالت لي والو خصك تزوج بيا، وانا ما عرفت ما ندير. انا غلطت وبغيت زعما نصلح الغلطه، ولكن صلحتها باغلاط اخرين. غير سمحي لي. قلت لي فات الفوته ولد الناس، مستحيل نسمح لك. انا ولادي هزيتهم ما حطيتهم في الحضانه. والبوليس هما جايين. قال لي كيفاش البوليس؟ وقلت لي البوليس اول حاجه الانتحال الشخصيه، التزوير، الخيانه في قلب داري. هادشي كامل غادي يغرقكم في الحبس، ودابا غتدخلوا للحبس بجوج، والدار عمرك ما تعتب فيها، انا وياك غنطلقوا. قال لي لا 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 ما نوصلوش لهاد الدرجه، غير سمحي لي راه عمرني نعاود. وانا نقول ليه البكا مورا الميت راه خساره. وفعلا مسكين بقى كيبكي بحال شي دري صغير. جاو البوليس الحمد لله وقفوا معايا، الله يجزيهم كل خير. تلاقيت صراحه مع شي وحدين اللي الله يعمرها دار وقفوا معايا واعتبروني بلي انايا مراه ضحيه. عطيتهم كاع الادله وكل شيء شافوا هو هذاك. من بعد ما خرجات طبيعه الحال خالته وبنت خوه، واخا كاع ما كانوش غيتشدوا على الخيانه كانوا غادي يتشدوا على الزوير، لحقاش الغداره ما كانش سميتها ديك السميه يعني ديال بنت خوه، كانت عندها سميه اخرى. المهم داهم البوليس وحكموا عليهم، وانا مستحيل نسمح ليه. انا كنت دايره حياتي، كنت دايراه بلي هو كل شيء عندي وانا كل شيء عنده. انا امه، انا باه، انا خو، انا اختو، انا كل شيء. كنت بالنسبه ليه هو داك الصدر الحنين اللي كيجي يتكى عليا في الوقت اللي كيكون مقلق وضيقه به الدنيا. ولكن باش جازاني بالخيانه واخبت خيانه هي هذه.
أنا ما ننساش الخير ديال خالته، بلا بها هي ما كنتش غنعرف الحقيقة. والحمد لله ربي حفظني وجاب الله الدار داري، ما خسرت والو، واخا خسرت صحتي وكنت دمدومة وشمتني في قلب داري. ولكن المصير ديال الخائنين ديما غادي يكون خايب بزاف، وعمرهم ما غادي يربحوا، سوا في الدنيا سوا في الاخره غادي ياخذوا حقهم. انا طلقت وبقيت عايشه انا ووليداتي، وتحولت من ديك الدار ومشيت رجعت للمدينه اللي فيها والديا، جلست معاهم، منها يقابلوا لي ولادي، ومنها نخدم وننسى داكشي كامل اللي وقع ليا في ديك الدار. الحمد لله تجاوزت هادشي كامل اللي وقع، وبغيت قصتي تكون لكم عبره. عمركم تثيقوا اي وحده دخلت عندكم لداركم وكنتي انت وراجلك، واخا يقول لك هذه امي، ما تيقيش، ما تيقيش وما تستقبلي حتى شي واحد في دارك كيف ما بغى يكون، ولو تكون امو ديال بصح او لاختو ديال بصح. راه ما بقات ثقه في هذا الوقت، راه في هذا الزمان اللي عايش فيه يطلب السلامه. راه ما نكذبش عليكم، دازت عليا، ما نقولش لكم بلا هادشي داز عليا زوين ودغيا نسيتو، لا، انا لحد الان كنعاود لكم القصه ديالي وعينيا حمرين وفيهم الدموع. واي وحده مغدوره او لا خانها راجلها او لا تزوج عليها هي اللي غادي تحس بيا وغتحس بهاد النار اللي في قلبي. غنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل ما كيقدرش مرته وكيغدرها وكيخونها بلا ما يحس بيها وبلا ما يقول حشومه عليا. ولي لقات شي راجل ولد الناس ومتقي الله وكيبغيها وكيحترمها، واخا يكون مسكين عنده غير بيت مع الجيران، صبري معاه اختي، صبري معاه وشدي فيه بيديك وبسنانك. راه هاد الوقت رجال نقارضو. اللهم تعيشي على الخبز واتاي مع واحد الانسان اللي كيبغيك ويقدرك، او لا تعيشي مع واحد في فيلا وقصر وطوموبيل وكل نهار مدخل عليك وحده في شكل. ردوا بالكم من راسكم، ردوا بالكم وعرفوا مع من كتعيشوا ومع من كتعاشروا. راه الدقه ديما كتجينا غير من القريب، غير الله يحفظ وين تجيكم من بحال هاد النوع. هنا تسالت القصه ديالي، دعيو معايا باش ننسى هادشي اللي وقع ليا. انا بوليداتي ملي كنشوفهم ضاحكين وفرحانين كنسى كلشي، كنسى كاع الالام اللي عشته. انا دابا عايشه غير لوليداتي فقط، الضحكه ديالهم من الضحكه ديالي. شكرا اختي فاطمه الزهراء حيت عطيتيني فرصه باش نعاود القصه ديالي والناس ياخذوا العبره منها. الله يجازيك كل خير. وحتى نتوما المستمعين كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم في القصه ديالي، وشكرا لكم بزاف. عائلتي الزوينه، معكم اختكم فاطمه الزهراء، كنتمنى القصه تاخذوا منها العبره. كيف العاده قصصنا للعبره فقط، وما تنساوش لصاحبه القصه بالاراء ديالكم والنصائح ديالكم الزوينه بحالكم. الله يجازيكم كل خير يا ربي، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده وعبره جديده. احبكم في الله وشكرا لكم على الاستماع وبسلام عليكم.